بيبدأ الفيلم بحكاية قديمة حصلت في أواخر عصر الفراعنة، وده لما الملك الروماني أنطونيوس حب الملكة كليوباترا واداها هدية 3 بيضات مصنوعين من الذهب الخالص وكمان مرصعين بالألماس، ولكن ال3 بيضات دول اختفوا بسبب انتحار كليوباترا وأنطونيوس. وبتعدي سنين من وقتها والناس كلها فاكرين إن ال3 بيضات دول مش موجودين وإنهم مجرد أسطورة، ولكن بالصدفة سنة 1907 لما كان في أعمال حفر في القاهرة تم اكتشاف بيضتين من ال3 دول، والتالتة محدش يعرف مكانها فين لحد دلوقتي. وبنشوف الكلام ده كله في وقتنا الحالي في فيلم وثائقي بيتعرض، وبيكون المجرم الدولي نولان بيجهز بيضة علشان تكون نسخة طبق الأصل لواحدة من البيضات ال3، وهو بيحضرها علشان يسرق النسخة المعروضة في متحف روما. وبنشوف الناحية التانية في روما العميل جون وهو بيتكلم مع الشرطية داس علشان جات لهم معلومات من مصدر اسمه الحركي بيشوب، وعرفوا إن نولان هيسرق البيضة المعروضة دي النهاردة. وبنشوف بعد كده جون وهو داخل المتحف وبيحط جهاز الاستشعار قدام البيضة علشان يعرف لو كانت حقيقية ولا مزيفة، ولما بيشك فيها بيقرر يدلق عليها صودا علشان يشوف هيحصل ليها ايه، ولما بيعمل كده بتتحلل البيضة وبيعرف إن البيضة اللي موجودة دي مزيفة. وفجأة بيظهر نولان من وسط الحضور وبيطلع يجري بأقصى سرعة، فبيقرر جون إنه يطارده ويجري وراه، لكن نولان بيكون سريع وبيقدر يهرب من جون لحد ما بيتحاصر من رجال الشرطة، وبيظهر جون وهو ماسك المسدس وبيهدده إنه يسلم نفسه. ولما بيحاول نولان يهرب بينط عليه جون وبيمسكه، لكنهم بيكسروا الشباك مع بعض وبيتعلقوا في مكان عالي، بس نولان بيقدر ينط منه وبينزل في أنبوبة القمامة اللي كانت في المبنى وبيسرق موتوسيكل وبيهرب من المكان. بعدها بنروح لجزيرة بالي بعد 56 ساعة من عملية السرقة دي، وبنشوف نولان وهو راجع البيت، وأول ما بيدخل بيلاقي جون قاعد مستنيه ومعاه قوات شرطية من الانتربول، ومعاهم العميلة داس وبتقول لنولان إنه مطلوب في 18 بلد مختلفة، وبيشوفوا مسروقات قيمة وغالية جدا لنولان لدرجة إنه حاطط لوحة نادرة على الحيطة عنده. وبيفضل جون يتكلم مع نولان ويقوله إن شغلته هي تحليل الشخصيات، وبيعرفه إنه عارف عنه كل حاجة، وإنه عارف إن والده كان ضابط سويسري ووالدته كانت بروفيسورة أمريكية، وإنه بدأ السرقة في سن ال6 سنين، وبيعمل كده علشان يثبت لنفسه إنه جامد ومحدش قادر عليه، علشان كده بيفضل الهروب دايما في الأوقات الأخيرة من العملية. لما بيحس إن الشرطة جاية بيقرر يهرب علشان يثبت لنفسه إن محدش يقدر يمسكه، وبعد ما بيخلص كلام بيحطوه في العربية بتاعة الشرطة، وبياخد جون البيضة وبيديها لشرطي تاني علشان يحطها في العربية. ولكن المفاجأة إن ده مش شرطي ولا حاجة، ده بيشيب اللي ادت جون معلومات العملية وهي متنكرة في لبس الشرطية، وبدلت البيضة بواحدة تانية مزيفة وأخدت البيضة الأصلية وهربت. بعدها بنروح لروما مرة تانية وبنشوف جون وهو قاعد في حانة، وبتدخل الشرطية داس توريله بيضة كليوباترا، بعدها بترميها على الأرض علشان تعرفه إن دي مزيفة، وبتتهمه كمان إن هو اللي سرق البيضة الأصلية وحط المزيفة دي مكانها، وبتقوله كمان إن الدليل على كده إنه دخل حسابه النهاردة 8 مليون دولار من حساب مشفر، وأكيد دي عمولة بيع البيضة، وبتأمر رجالتها يقبضوا عليه. بعدها بنشوف السجن اللي راح له جون واللي بيكون في روسيا وعلى قمة جبل عالي ومشدد الحراسة جدا، وكمان بيكون جون محبوس في نفس الزنزانة اللي فيها نولان، ونولان بيقعد يتريق عليه في الأول وبيقوله إن لو اتعرف هنا إنك ضابط شرطة ممكن يخلصوا عليك. وبعد شوية بيبدأ نولان يتكلم مع جون ويفهمه كل حاجة عن البيضات ال3، وبيعرفوا إن في ملياردير مصري عارض مبلغ 300 مليون دولار للشخص اللي هيجيب له ال3 بيضات مع بعض، وهو كان قدامه فرصة يسرق البيضة الأولى لكن جون قبض عليه، أما البيضة التانية فهي عند تاجر سلاح مشهور اسمه سوتو، وده بيعمل كل سنة حفلة تنكرية في القصر بتاعه وهو مخبي البيضة التانية هناك، أما البيضة التالتة بقى محدش يعرف مكانها فين. وبيفضل نولان يتريق على جون تاني لحد ما بتحصل مشكلة بينه وبين المساجين وبيتخانقوا، لحد ما بيجي الحراس يسلكوا بينهم وبيقول لهم يروحوا علشان يقابلوا مدير السجن، ولما بيروحوا هما الاتنين بيتفاجئوا إن مش مدير السجن اللي عايزهم، واللي عايزهم تبقى بيشوب، وبتعتذر لجون إن هي سجنته وبتعرفه إنها حطت 8 مليون دولار في حسابه فعلا. بعدها اخترقت مكالمة داس وهي اللي عملت فيه كل ده، وهي جاية دلوقتي علشان تعرف من نولان مكان البيضة التالتة لأنها معاها الأولى وهتسرق التانية من قصر سوتو، وفي مقابل إنها تعرف مكان البيضة هتخرجه من السجن وهتديله 10% من قيمة بيع البيضة، ولكن طبعا نولان ما وافقش. وبعد شوية بنشوف جون ونولان وهم بيعملوا إصلاحات في الحيطة بتاعة السجن، ونولان بيحط حجر صغير بيسند بيه الحجارة الكبيرة، وبيعرض بعدها على جون إنهم يشتغلوا مع بعض علشان يقدروا يحققوا مكاسب ويهربوا مع بعض، وبالمرة كمان جون يثبت براءته. وبعد شوية بيرجعوا على الزنزانة وبيفضل نولان يحكي عن أبوه وإنه كان قاسي وصعب في التعامل لحد ما كان صغير، وبيقوله إنه كان عنده ساعة بيحبها ولما ضاعت منه شك إن نولان هو اللي سرقها،
ولما نولان قال له إنه ما سرقهاش فضل باباه مش مصدقه ومصمم إن ابنه هو اللي سرقها برضه، لحد ما في يوم لقاها في المكتب بتاعه وحتى ما فكرش يعتذر لابنه أو يعرفه إنه بريء. ومن ساعتها ونولان قرر إنه يكون زي ما أبوه اتهمه ويبقى حرامي بجد. وتاني يوم بيروح نولان يحط مواد في الغسالة علشان تعمل تفاعل وتنفجر، وبتحصل فوضى كبيرة وبيفضلوا يضربوا في الحراس. ونولان بيعرف جون إن سرق مفتاح من ضباط وقت الغدا وبيفتح بيه الباب، ولما بيروحوا عند الحيطة اللي كانت بتتصلح امبارح بيقدر نولان يشيل الطوبة الصغيرة اللي حطها وبتقع على الحيطة كلها علشان يقدروا يهربوا منها. وبيجروا وبينطوا على طيارة هليكوبتر وبيخرج ضابط بيضرب بRPG وبيوقع الجسر اللي كان عليه جون، وبعد شوية بيجهز علشان يضرب الطلقة التانية، لكن بيكون جون قدر يركب على الطيارة بسرعة. ولما الضابط بيضرب الطلقة التانية بيفتح جون الباب علشان تعدي منه وبينجحوا في الهروب. بعد كده بنشوف جون ونولان لما وصلوا المكان آمن، ونولان بيبدأ يحكي عن خطته علشان يسرقوا قصر سوتو وياخدوا البيضة التانية، وبيعرفوا إن في حراسة مشددة وفي كاميرات في كل مكان، والباب اللي فيه الخزنة بيفتح ببصمة عين سوتو بس، ده غير الباسورد اللي بيتغير كل شوية وبيجي على تليفون سوتو بس. وبيوري له نولان الجهاز اللي معاه واللي هيقدر يزيف بصمة ووش سوتو بيهم. بعدها بنروح للحفلة وبنشوف بيشب هناك، وبيحاول جون يشتتها ويرقص معاها علشان يدي فرصة لنولان اللي كان لابس لبس جرسون إنه يتحرك. وفعلا بيقدر نولان إنه يجيب بصمة سوتو من على كوباية كان بيشرب فيها، وجون بيخبط في سوتو وبيقدر يسرق منه الموبايل بتاعه. وبيقدروا يعطلوا الكاميرات اللي في الممر وبيستخدموا الجهاز اللي مع نولان علشان يفتحوا الخزنة، لكن قبل ما بيدخلوا بيتفاجئوا بالمحققة داس وهي ماسكة المسدس وبتقول لجون إنها كانت ممكن تصدق إنه بريء، لكن دلوقتي هي شايفة بنفسها وهو بيحاول يسرق البيضة التانية، وكده أثبت لها فعلا إنه حرامي. وساعتها بيضربها جون علشان يوقع المسدس من إيدها وبيدخل جوه الخزنة مع نولان، لكن المفاجأة إنهم بيلاقوا بيشب جوه مستنياهم، وبتحصل خناقة بينهم وبتقدر بيشب إنها تضربهم هما الاتنين وبتكتفهم بالكلبشات وبتسلمهم لسوتو ورجالته بعد ما اتفقت معاه إنها تسلمه الاتنين الحرامية اللي جايين يسرقوا التحفة الفنية اللي عنده. بعدها بنشوف نولان وجون لما بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم مربوطين مع بعض وكمان محطوطين في مكان سري تحت حلبة مصارعة تيران علشان محدش يسمع صوتهم. وبيشوفوا بيشب وهي واقفة مع سوتو وبيفضلوا يسألوا نولان عن مكان البيضة التالتة، ونولان ما بيرضاش يتكلم لكنهم بيفضلوا يعذبوا في جون، فبيقرر نولان إنه يتكلم وبيقول لهم إنها في أوضة سرية في الهرم الأكبر في الجيزة، وإنه عارف الموضوع ده لما عمل مسح حراري للهرم. وساعتها بنشوف بيشب وهي بتضحك مع سوتو وفجأة بيقع في الأرض وبنعرف إنها كانت حاطاله مخدر في المشروب بتاعه، وبتسرق البيضة التانية وبتهرب على طول. وسوتو لما بيفوق بيفضل يضرب نار بشكل عشوائي لأنه لسه تحت تأثير المخدر، وبتيجي طلقة في الكلبشات وبيقدروا يفكوا نفسهم. وساعتها بيقول جون إنه هيمشي علشان يقبض على بيشب ويثبت براءته وهيسيب نولان هنا، لكن نولان بيقول له إنه أصلا ضحك عليها وإن البيضة التالتة مش في الهرم الأكبر ولا حاجة ولازم يتعاونوا مع بعض لو عايزين يقبضوا عليها. وفعلا بيفكوا جون وبيطلعوا هما الاتنين على حلبة مصارعة التيران، لكنهم بيقدروا يهربوا منها بعد ما الطور هاجمهم. وبعدها بيركبوا قطر مع بعض وبيتكلم نولان عن والده اللي كان مهووس بالبحث عن البيضة التالتة وبيسافر أي مكان ممكن يكون فيه أخبار عن البيضة التالتة دي، ومن ضمن الحاجات اللي مهمة عنده الساعة اللي اتهم نولان بسرقتها قبل كده. وفي يوم لقى نولان الساعة في مكتب والده بعد ما مات، ولما افتكر اللي حصل فيه بسببها حس انه متضايق علشان كده رماها على الحيطة علشان تتكسر. وساعتها ظهرت قدامه احداثيات لمكان البيضة التالتة، ولما فك الرموز دي عرف انها في الارجنتين. وبعد ما بيوصلوا المخبأ وبيقدروا يفتحوا الباب بالارقام اللي مع نولان واللي كانت برضه في الساعة، بيدخلوا جوه بيلاقوا اثار كتير جدا وعربيات نادرة وبيلاقوا البيضة التالتة، لكن فجأة بتظهر بيشب وبتعرفهم انها ما تضحكش عليها ولا حاجة وانها ما راحتش على مصر اصلا، وان من ساعة ما خرجت من هناك وهي ماشية وراهم علشان تعرف مكان البيضة التالتة فين. وأثناء ما هم بيتكلموا بتظهر المحققة داس والإنتربول وقوات الشرطة علشان يقبضوا عليهم التلاتة، وبيحصل تبادل إطلاق نار بينهم وبيركبوا عربية مرسيدس نادرة ومضادة للرصاص وبيهربوا بيها، ووراهم الشرطة بتطاردهم بعربية تانية وبيكون مفيش قدامهم أي مهرب لحد ما بيوصلوا لحافة شلال، وبيضطروا هم التلاتة إنهم ينطوا من الحافة دي وبينزلوا في المية، وبيفضل نولان رافعها لفوق لحد ما بيخرج على الشط. وساعتها بيفضل ينادي على جون وبيدور عليه لكن جون ما بيردش، فبيقلق نولان وبيسيب البيضة على الشط وبينزل يدور عليه في المية، لكن فجأة بيظهر جون وراه وبتظهر بيشب هي كمان، ونولان بيقول لجون يقبض عليها، وفعلا بيتحرك جون ناحية بيشب لكن المفاجأة انه بيقرب منها مش بيقبض عليها، وبيعرفوا جون انه كل اللي اتعمل ده كان بالاتفاق معاها وانهم شغالين مع بعض من الاول وان هو اللي ساعدها تسرق البيضة الاولى، وبيشب هي اللي ادت له مفتاح الكلبشات لما كانوا محبوسين عند سوتو، ونولان بيكون مصدوم ومش مصدق ان هو اللي ساعدهم ياخدوا الثلاث بيضات بنفسه وان هو كده اتضحك عليه.
وفعلا بيربطوه في شجرة بالكلبشات وبيهربوا على مصر هما الاتنين. وفعلا بنشوف جون وبيشوب وهما في حفلة الملياردير المصري وبيسلموه ال3 بيضات وبياخدوا الفلوس. وبنشوف الانتربول والشرطة وهما في الفرح وبيقبضوا على كل اللي موجودين وبيرجعوا ال3 بيضات تاني لمكانهم. لكن جون وبيشوب بيقدروا يهربوا من المكان بسرعة قبل ما يتقبض عليهم. وبيعدي من وقتها 6 شهور وبنشوف جون وبيشوب وهما في البحر في اليخت بتاعهم ومستمتعين بوقتهم جدا. ولكن فجأة بيتفاجئوا إن نولان على اليخت بتاعهم وبيقول لهم إن هرب من دسو الانتربول، وبيعرفهم كمان إن سرب معلومات للشرطة بالحسابات البنكية بتاعتهم وإن الشرطة أمرت إن الحسابات دي تتجمد. وبكده هم ما استفادوش أي حاجة من ال3 بيضات. وقال الانتربول كمان دلوقتي على مكانهم اللي موجودين فيه ومفيش قدامهم حل غير إنهم يشتغلوا هم ال3 مع بعض كفريق علشان العملية اللي جاية كبيرة وعايزة 3 حرامية من العيار التقيل اللي زيهم. وفعلا بيوافقوا لأن مفيش قدامهم حل تاني. وبنشوفهم وهم قدام متحف اللوفر علشان يخططوا للسرقة اللي جاية وبيخلص الفيلم على كده.